يا أختي هذه مضت وتاريخ مضى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يسألون عما كانوا يعملون. بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته، فبايعه الناس وقبلوا بيعته. ولما توفي امتنع الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة، وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر، وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه عن بايعه لشبهة عرضت لهم، كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين، لأن بيعة يزيد بيعة شرعية وبيعة أخذت له في حياة أبيه وأعطاه المسلم بيعتهم، ولكن الله حكيم عليم فيما قضى وقدر، تلك أمور مضت، نسأل الله أن يعفو عن جميع. اللهم آمين. جزاكم الله خير. عندك سؤال آخر أم عمر؟ بارك الله فيكم شيخ، ما المرجع في ذلك؟ يعني ما هي المراجع التي تكلفت عن هذه؟ والله يا أختي أنا ما أحب أن تدخلي في هذه المسألة، هذه مسائل مضت، والتواريخ كلها تحكي القضية بأساليب مختلفة، فمن التواريخ من يكون عند نوح لبعض الشيء ومنهم من يعرض بذلك. هذه مسائل مضت، مضى يزيد ومضى الحسين ولهم أكثر من 1070 سنة. أمر الامتحان ما بالتلخيص الآن والتلفائدة، لكن أعتقد أن يزيد بن معاوية بيعته بيعة شرعية، وأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه نصح ألا يخرج إلى العراق وألا يقبل من دعاه البيعة، فحذره ابن عباس وابن عمر والفرزدق وكثير من الصحابة حذروه من الخروج. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك حال الشيخ؟ إن شاء الله مرتاح. حياك الله وإياك، تفضل. الله يحييك دائما، هيك منور. فضيلة الشيخ أنا حقيقة مرات لما أحس بالتعب أنظر إلى وجهك الكريم البشوش، لأن النظر إلى وجه العالم عبادة. عندي سؤال فضيلة الشيخ، أنا كنت في حرب. تفضل. أنا كنت في حرب تموز، كنت أساعد الروافض في حزب الله، هل أؤثر على ذلك؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بس عفوا، حقيقة هل عدت من ذلك؟ هل عدت إلى رشدك وتبت إلى الله من هذه المساعدة؟ نعم، أنا كنت أساعدهم ضد إسرائيل، هكذا كان نيتي. هل أحاسب على هذه النية؟ طيب. نعم، على هذه كانت النية. انقطع الاتصال مع إيهاب من لبنان الذي قال سماحة الشيخ إنه كان يساعد الرافضة عندما كانوا يدعون أنهم يحاربون إسرائيل معتقدا أنهم على حق، وهذه المساعدة من سماحة الشيخ هل يأثم عليها وقد عاد وتاب؟ أنت إذا كان قصده هذا عن جهل منه لعل الله يمنع بالتوبة النصوح، وإلا الحقيقة خطير مساعدة الرافضة على المسلمين ما يجوز، لأن معاونة غير المسلمين من نواقض الإسلام. لكن أرجو إن شاء الله أن يتوب إلى الله مما حصل ويستغفر ويتوب إليه. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج الأخ أبو معاذ يقول